بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما شفنا يعني مفهوم الترتيب ديال الجيوش والفرق ما بين العوامل النظرية والعوامل الحقيقية والقوة الحقيقية والقوة الميدانية، غنديرو دابا تطبيق على الجيش المغربي ميدانيا. التحليل ديال الجيش المغربي او القوات المسلحة الملكية من الناحية الميدانية. طبيعة الحال هذا الأمر تيتطلب النظر للخبرة القتالية، التاريخ، الجاهزية العملية، القدرة في المواجهة الحقيقية، العوامل اللي تؤثر على الأداء ديال الجيش المغربي بعيد على الأرقام النظرية تقدمها مؤشرات بحال مثلا جلوبال فاير باور، حيث أن حسب يعني سنة 2025 المغرب تيحتل الرتبة 26 على المستوى العالمي. تحليل شامل تيبدا أولا من الخبرة القتالية. جيش التحرير المغربي ما بين 1955 و 1958 قبل الاستقلال الرسمي، يعني خاض هذا الجيش التحرير المغربي معارك كبيره ضد القوات سواء الفرنسيه او الاسبانيه، بحال معركه ام العشار 1956 اللي هاجم فيها ما بين 100 وحتى 400 مقاتل حاميه فرنسيه وقتلوا القائد ديالها وحققوا يعني نجاح ميداني. هذه التجربه تظهر لك المعدن والقدره ديال الجيش المغربي ولا الرجل المغربي على حرب العصابات، قتال في التضاريس الوعراء بحال جبل اطلس، جبل الريف، الريف والمناطق الصحراويه. معركة الجيرة في 1958 ضد اسبان في الصحراء بينات لك الشجاعه ديال الجندي المغربي، ولكن كان نقص ديال التنسيق ادى الى واحد التراجع تكتيكي، انه ماشي جيش نظامي وما عندوش اللوجيستيك. حرب الرمال 1963 مواجهه قصيره مع الجزائر، ولكن كشفات على الجاهزيه السريعه والتعبئه ديال 14000 جندي من جيش الاستقلال الجديد والجيش المغربي الجديد بواحد السرعه، يعني انتهى بواحد التعادل مفاوضاتي، يعني كانوا واحد المفاوضات كما تعرفوا. حرب الصحراء 1975 حتى 1991 الجيش المغربي قاتل جبهات البوليزاريو اللي كانت عندها دعم سياسي، دعم عسكري، دعم لوجستيكي من مجموعه ديال الدول، انطلاقا من الجزائر، الدول الافريقيه، تنهضروا على المانيا الشرقيه، تنهضروا على الاتحاد السوفيتي، سوريا، كوبا، كولومبيا، يعني كان عندها دعم مالي ودعم عسكري. الجيش المغربي قاتل جبهات البوليزاريو والناس اللي موراها في حرب استنزاف طويله نجح من خلالها باش يبني جدار الرمال اللي الطول ديالو في حدود 2700 كيلومتر، وحمايه المناطق ديالو بفضل الدعم العسكري. هنا شنو تيبان لك؟ ظهر المغرب القدره دفاعيه قويه، عانى في بعض الاحيان من ضعف الهجوم خارج الجدار بسبب محدوديه التنقل والتكنولوجيا انذاك. مكافحة الإرهاب اللي دخل فيها المغرب ما بين 2000 حتى 2025 عملية مشتركة ديال الدرك في الصحراء أيضا وفي الجبال ديال أطلس ضد الخلايا الإرهابية بحال تنظيم داعش وتنظيم القاعدة في المغرب العربي اللي كانوا تيقولوا لنا التجارب ديالهم عند بعض الجماعات والخلايا النائمة. طور خبرة في الحرب الغير النظامية والاستخبارات الميدانية، ثم اشتباكات جديده مع البوليزاريو ما بين 2020 2025 تصاعدوا اشتباكات منذ يعني الكركرات اللي هو محور ظهر استخدام فعال ديال المغرب الجيش ديالو، وايضا حتى المناطق العاجله باستخدام الطائرات بدون طيار تيقصف المواقع ديال العدو. الجيش مازال تعتمد هنا على ما يعرف بالدفاع الساكن خلف الجدار مع ردود محدوده خارج المناطق المحصنه، فعل يعني مجموعه الامور منها الوضعيه الدوليه والالتزام ديالو بحقوق الانسان والالتزام ديالو بوقف اطلاق النار. دابا نشوفوا الجاهزيه القتاليه ديال الجيش المغربي على مستوى المناورات. الجيش تيشارك في مجموعه ديال التدريبات والمناورات بحال الاسد الافريقي مع الولايات المتحده الامريكيه ومجموعه ديال الشركاء الشرقي اللي تتكون مع فرنسا فيها التنسيق والجاهزيه. تمارين مع باكستان، ايضا بعض التمارين تيكونوا مع الدول الافريقيه بحال فلينطوك تيكون مع بريطانيا وامريكان، بغض النظر على الاسد الافريقي مجموعه ديال المناورات بريه وبحريه وجويه تتكون معهم على طيلات السنه. التمارين تتشمل يعني سواء هجوما بريا جويا عمليات ليليه، تظهر القدره ديال الجيش المغربي على محاكاه الظروف الحقيقيه. التدريبات الداخليه في الصحراء رشيديه، العيون، طنطان، الحسيمه والى اخره تركز على الدفاع عن الحدود. بطبيعه الحال هنا تنظروا للتعبئه
التعبئه. الجيش المغربي فيه تقريبا 200 الف جندي حسب احصائيات رسميه، 195 الف تعطي جلوبال فاير باور، 195 الف جندي نشيط، و150 الف جندي احتياطي، و54 الف في القوات الشبه عسكريه بحال القوات المساعده مثلا. تعبئه سريعه ممكن بفضل التجنيد الاجباري اللي بدا منذ 2019. تضاريس المغرب تتعاونوا، المغرب تيمتلك تضاريس وتنوع جغرافي بحال الجبال، الصحراء، السواحل، بالتالي الجيش المغربي مدرب على القتال في هذه البيئات، خصوصا في الدفاع على الصحراء باستخدام التحصينات. بالنسبه للتكنولوجيا والتسليح، ميدانيا القوات البريه عندها 1448 دبابه، ما بين الابرامز، ما بين تي 72 وما بين يعني الدبابات الصينيه، 3033 مدرعه، 510 مدفع ذاتي. هادو قدام راه مازال زدنا عليهم، يعني ما بين السيزار والام 109 دابا اطموس، و156 راجمات صواريخ سواء البي ار اش 03 الهايماريس اللي غتدخل، تسليح حديث تيعزز القوه الناريه، ولكن جزء من العتاد بقى قديم بحال الفي تي 1 ولكن كاين التحديث ديالهم بحال دخلوا لي فاب بحال البرادلي. قوات الجويه 48 مقاتله اللي تولي ديال الاف 16، 86 طائره عسكريه اجماليا متزايده ناهيك على الميراج، واضافه الى مجموعه ديال الطائرات بدون طيار اللي زادوا من القوه الجويه، ولكن يعني اللي ولا عنده فعاليه خصوصا مستوى الدعم التكتيكي. القوات البحريه نسبيا من الناحيه ديال الكم ضعيفه، ولكن من ناحيه القوه متميزه. 6 الفرقاطات ما بين السيجما والفريم، 121 وحده بحريه، اسطول دفاعي قوي تفتقر لغواصات هجوميه، ولكن من ناحيه التكنولوجيا فهو جد متطور. مشينا على مستوى الدفاع الجوي، الدفاع الجوي أنظمة متنوعة، صواريخ قصيرة المدى، طويلة، متوسطة، باش يمكن لك دير الحماية الجيدة. بالنسبة لنقاط القوة الميدانية ديال الجيش المغربي، الدفاع الثابت، الجدار الصحراوي تثبت القدرة عالية على حماية المناطق المسيطر عليها، استخدام المسيرات والمدفعية لصد جميع أنواع الهجمات. الدعم الدولي، المغرب عنده تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرنسا، مع إسرائيل، ومع يعني تركيا تيوفروا تكنولوجيا بحال المسيرات، وايضا حتى مستوى الاستخبارات. الروح المعنويه، الجيش المغربي مدعوم شعبي كحامل وحده ترابيه، الشيء اللي تيعزز التماسك ديالو. تكيف مع الصحراء، خبره طويله القتال الصحراوي تتخليه متفوق اقليميا في هذا المجال. هذا ميدانيا. نقاط الضعف ديال الجيش المغربي حاليا ولا ميدانيا، تقدروا نهضروا لان الاعتماد على دفاع الجيش المغربي تيعتمد على التحصينات اكثر من الهجوم الميداني خارج الحدود، الشيء اللي تيحد من المرونه ديالو. وهذا علاش شفنا ان المغرب 2019 لهنا تقريبا 2017 يقول بدل العقيده العسكريه ديالو ولا تيعتمد على شراء اسلحه الهجوم المضاد. التكنولوجيا بالرغم من التحديث ديالها مازال تفتقر بعض انظمه دفاع جوي جد متقدم بحال مثلا الطاد، خصنا ندخلوها، ولكن مع ذلك فهو قوي جدا على المستوى الاقليمي، ولكن باش تقارن مع التهديدات الناشئه خصو يكون اكثر. بطبيعه الحال المغرب عنده نقدروا نقولوا بالواقع عنده خبرات تقليديه في الحرب لانه ما خداش حروب جديده، ولكن مع ذلك تبقى الخبره اللي عنده كافيه. على مستوى اللوجيستيك فهو يعني تغطيه الحدود الطويله مع الجزائر تتطلب موارد هائله ترهق الجيش في واحد الحرب طويله، ولكن مع ذلك حنا خدامين على البنيه التحتيه. الارهاق راه الى الجانبين، تقول ارهاق ماشي فشل، خصك تقيم البنيه التحتيه باش نحيدوا الارهاق. ولكن بحال دابا نعطيكم واحد المثال، هذا الارهاق فين بدا تيتقلص في النوعيه ديال الاسلحه والصفقات تتعقد. بحال دابا البيلس ولات سهله، عوض ما تبقى تنقل البر تهزها في 630 وتهزها من العيون تحطها في وجده، تهزها من وجده تحطها في طنجه تحطها في رشيديه الى غير ذلك. بطبيعه الحال التقييم الميداني العملي لحد الساعه في المواجهه ديال البوليزاريو، الجيش جد متفوق بفضل التكنولوجيا، بفضل المسيرات والمدفعيه اللي نقدروا نستعملوها في نوعيات الحرب اللي ناخذوها معاهم، وبلا ما غادي تعاد تصدف بزاف ديال المدرعات والقوات البريه تتحرك. تعتمد على الردع اكثر من المبادره الهجوميه. هنا بوليزاريو تعتمد على حرب العصابات،
في حدود الجيش والمطاردة خارج الجدار غتقدر تصيدهم بحال الفيران. في حرب اقليميه بحال مثلا ديال الجزائر عندها افضليه عدديه من ناحيه ديال الدبابات، من ناحيه ديال الغواصات، ولكن المغرب تيتفوق من ناحيه ديال الدعم الغربي ومن ناحيه ديال الاعتماد على الجو وعلى التكنولوجيا المتقدمه وانظمه الاتصال والعزل الالكتروني كما سبق وهضرنا. في حرب شامله المغرب يستطيع الصمود دفاعيا بفضل الجدار الاحتياطي. كان عنده واحد النقص في الصناعه العسكريه المحليه، تعتمد بشكل كبير على الخارج الجزائر، ولكن حاليا ولينا نعتمدوا على صناعات اللي هي محليه تتطور مستقبليا. فهنا تنقدروا نقولوا ان الجيش المغربي قوه ميدانيه قويه دفاعيا، متمرس في الصحراء، متمرس في مكافحه الارهاب، مع تطور ملحوظ في التكنولوجيا وانظمه الدفاع. كان تعاني من محدوديه الهجوم الخارجي، ولكن حاليا مع الارقام اللي كاينه وعلى مستوى يعني التكنولوجيا والصفقات، فهو حسن من هذه النقطه ديال محدوديات الهجوم. بالاضافه ان الاداء ديال الميداني تعتمد بطبيعه الحال على الدعم الدولي والروح الوطنيه، وبالاضافه الى بدا تيخدم على التفوق التكنولوجي. مازال ما وصلناش للتفوق التكنولوجي المطلق، ولكن مع ذلك راهم عندنا الامور مزيانه. حتى على مستوى يعني مع الجيش الاسباني كانت فجوه كبيره، دابا بدات تتصغر. حنا غادي نوصلوا نديروا واحد المقارنه مع الجيش الاسباني، ما عرفتش واش نحطوا في هذه القناه او القناه الاخرى، تنوصلوا ويحن الله. بطبيعه الحال نكتفيوا بهذا القدر، والفيديو القادم ان شاء الله غادي نهضروا على التدريب ديالو في الجيش المغربي، كيفاش يطور القدرات العسكريه ديالو. تحيه لكم جميعا، شكرا للمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.